أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا جميعا من عذاب النار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحببت أن أذكر نفسي أو أحذر نفسي وإياكم من آفتان عظيمتان خطيرتان فشتا في مجتمعات المسلمين: آفة الغيبة وآفة النميمة. تعلمون جميعا أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. مطلوب منا جميعا أن نجتنب هاتين الآفتين الخطيرتين، خاصة ونحن في الاستعداد لشهر رمضان المبارك. فتنتان عظيمتان من كبائر الذنوب: الغيبة والنميمة. وتعلمون أن الغيبة والنميمة لا تكفر ولا تمحى بالصلوات الخمس أو بالنوافل، كما تمحى الصغائر بأداء الفرائض والنوافل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا شرطية إذا اجتنبت الكبائر. والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. إن شرطية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الغيبة أيها الإخوة والأخوات والنميمة من كبائر الذنوب. والغيبة في تعريفها العام عرفها العلماء هي ذكر الإنسان بما يكره في غيبته. ذكر الإنسان بما يكره في غيبته. وقد وضحها وبينها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في مجلس مع أصحابه وجلسائه، فقال لهم الرسول الصادق الأمين: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. قال له بعض الجالسين: أفرايت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة والبهتان كبائر الذنوب. إذا كان الإنسان جالس في مجلس ما ويتكلم في غيره بأفعال يفعلها ذلك الغائب فهي غيبة. تكلم بكلام بأفعال كثيرة، أقوال كثيرة، هي غيبة. قال: إن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. وإن لم يكن فيه ما أقول، الكلام الذي يقال في المجلس أو يقوله أحدهم في المجلس ليس فيه، فقاله بك. يعني الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. والغيبة كما سبق والنميمة لا تكفر بأداء الفرائض والسنن، لا تكفر.
يجب على الإنسان أن يتوب منها، أن يبتعد عنها، لأنها مرض خطير فشى في مجتمعاتنا للأسف الشديد. والله سبحانه وتعالى صور الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يغتاب أخاه الإنسان، صوره سبحانه وتعالى بأبشع الصور، أبشع الصور. مثل بها الله عز وجل في القرآن الكريم بالذي يتكلم في غيبة أخاه، مثله بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وكفى به من أقبح أو أعظم المصائب أن تجد إنسان جالس وأمامه شخص آخر ميت وهو يقطع اللحم ويأكله ويتلذذ بالأكل. هذه من أبشع الصور. سيب واحد حداه خوه مسلم بشر كيقطع بالسكين ويأكل في الحمد، من أبشع وأقبح الصور. أصبحت هذه الغيبة وهذه النميمة للأسف الشديد هي فاكهة كثير من الناس، لا يجلسون إلا بها، لا يحلى لهم كلام إلا بها. مثله بالذي يأكل لحم أخيه ميتا، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كلام الله الذي يربي الإنسان للأخلاق الفاضلة، أن يزيل منه العداوة والشحناء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي حديث أنس الآيات والأحاديث كثيرة التي تذكرنا وتحذرنا من هاتين الآفتين الخطيرتين. حديث أنس كيف تدخل حديث أنس رضي الله عنه، والأحاديث كثيرة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، أي حينما عرج به، أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى رب السماوات، إلى الواحد الأحد. قال: مررت بقوم، الرسول يقول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، وجوه الصدور بهذه الأظفار التي نابتة من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء الذين يفعلون من هؤلاء؟ شكون هم هذا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذو اللي كيرجعوا يبداو يشربوا في الأكايد ويبداو يتكلموا في الناس اللي ما كاينينش معاهم. هما كيجبدوا في اللحم ديال وجوههم وفي اللحم ديال الصدور ديالهم بهاد الأظفار اللي هم من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يتكلمون فيهم ويقعون في أعراضهم. حديث رواه الله صححه الله. الغيبة كما سبق أيها الإخوة والأخوات هي مرض عضال تذهب الحسنات، والحسنات للأسف الشديد قليلة، تذهب هذه الحسنات القليلة
التي تكون رفقة هذا الإنسان الضعيف الذي لا يشبع من الحسنات إلا قليل، فيأتي هذا المرض ويذهب بالحسنات، وتسبب كذلك الغيبة، تسبب الشحناء والخصومات، وتفرح الشياطين. قال الله تعالى محذرا عن السمع الذي يسمع الغيبة، لا الذي يقوله، الذي يقول الذي يسمع. قال إن السمع ولا تقف ما ليس لك به علم، إن تأكيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال من قال في مؤمن ما ليس فيه، قال في إنسان مؤمن ما ليس فيه، تكلم في بعض الكلام وما كاينش. من قال في مؤمن ما ليس فيه، شو العاقبة؟ لهذا مطلوب من الإنسان أن يصغى إلى كلام رسول الله وإلى كلام الله. قال من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة من الخبال، ردغة من الخبال حتى يخرج مما قال. ورضخة الخبال هي عصارة أهل النار، القيح والصديد. القيح والصديد هو طعام وشراب الذين يتكلمون في أعراض إخوانهم في الدنيا. الصديد والقيح والعياذ بالله. الغيبة ذنب عظيم كبير. الغيبة أيها الإخوة المؤمنون ذنب عظيم كبير. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أحببت أن أملأ هذه الخطبة الأحاديث النبوية التي تذكرني وإياكم بهذه الآفة العظيمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. ابن عائشة يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة قالت إنها قصيرة. فماذا قال لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة، وكان يحبها كثيرا كما هو معروف معلوم، يا عائشة يا عائشة لقد قلت كلمة، شو كلمة؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة درتيها في البحر، شوف الضخامة ديال البلاد، تغير الطعم ديالو واللون ديالو. كلمة يا عائشة، لقد توكيد والتحقيق، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والغيبة أيها الإخوة المؤمنون سبب من أسباب دخول النار. جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي أو يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رسول الله سيد الخلائق يقول لي ولك إن الرجل يتكلم بالكلمة، كلمة هنا عائشة كانت كلمة، الرسول بدأ بحديث آخر يتكلم بالكلمة وحده لا يدري لها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية يهوى بها في النار 70 خريفا. 70 خريفا. كلمة واحدة من سخط الله تفعل هذا.
أما الكلمات تلو الكلمات كيف هي؟ أما المجالس تلو المجالس حتى قالوا ديال الله ديال الجمل ماشي كلمات جمل بالنصوص. فكيف بمن يتكلم بالأعراض والنيات في المجالس؟ أجر الله وإياكم. ثم اعلم أيها المسلم أيتها المسلمة أن ما تقول أو ما يقول الإنسان في هذه الدنيا من أقوال، اعلم يقينا أن ذلك أو تلك الأقوال تكتب وتدون. قل ما شئت أن الأقوال تكتب كلام في الدنيا كي تكتب وكي توضع فحد السجين وترفع هذه الأعمال من الأقوال والأفعال، أفعال والأقوال ترفع يوميا وأسبوعيا وسنويا. يوميا تصعد الأعمال، تصعد بها الملائكة مع صلاة الفجر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون مع صلاة العصر، والأسبوع يوم الخميس، والأعمال السنوية التي كتبت وسجلت ودونت في النصف من شعبان من هذا اليوم. ترفع الأعمال 15 شعبان، ترفع أعمال العبد السنوية، ترفع. وبعد أن يموت الإنسان يعطى هذا الكتاب ويقال له اقرأ ما كنت تقول أو تفعل في الدنيا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لهذا قال ووضع الكتاب، كتاب هذا كلام اللي كتتكلم، ووضع الكتاب فترى المجرمين الذين كانوا يفعلون ويعملون الأعمال قبيحة مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أكل مادة الصديق ديالي إيش تبغينا؟ أكل مادة ديالي ولا يظلم ربك أحد. ثم اعلم أن الله قال بسورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعمل نفسك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقال لك هذا كتابنا، يقال غدا يوم القيامة هذا كتابنا، لسان الله يتكلم بلسان العظم، كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، إن من سمات المؤمنين الموحدين جعل الله وإياكم منهم، إن من صفاتهم يجتنبون مجالس اللغو والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكلام الفارغ، يجتنبون أهل التقوى وأهل التوحيد. قال تعالى قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون وحضر الصلاة الخمس. ثم ماذا؟ والذين هم عن اللغو معرضون. لغو كلام الذي لا فائدة به، معرضون يبتعدون يجتنبون يخافون. وقال تعالى في سورة أخرى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا هم أهل التقوى وأهل التوحيد. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء، الحديث خرجه الترمذي، قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أعضاء كلها تقول يا هذا، الأعضاء تتكلم عن اللسان ديالك
تقول لي يا هذا اتق الله فينا فإنا نحن بك، اتق الله فينا فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو من المبشرين بالجنة وهو أول الخلفاء كان يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموالد، ويقول هذا الذي أوردني المهالك. هذا سيدنا أبو بكر الصديق شوف الإنسان، علما أنه كان لا يقول عيبا وكان لا اغتاب ولا كان محافظا، كان لسانه رطبا بذكر الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك ابن مسعود كان يمسك بلسانه، كان يمسك بلسانه ويقول قل خيرا تغنم، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. أجرني الله وإياكم من عذابه المهين وجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الخطبة الثانية برجالة أذكركم أذكر نفسي وأذكركم بالآية الثانية وهي النميمة. النميمة هي كذلك من كبائر الذنوب لا شك فيها، بإجماع العلماء أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس قصد الإفساد، نقل الكلام بين الناس قصد الإفساد. أما الغيبة هي ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أما النميمة فهي نقل الكلام من شخص إلى آخر، من زوج إلى زوجة، من مجتمع إلى مجتمع، من قصد الإفساد. أما نقل الكلام فهذا ممدوح نقل الكلام من أجل الصوت، من أجل الألفاظ، جميل. لكن نقل الكلام من أجل التفرقة فهذا فعل مذموم. وهي نميمة من أعظم أسباب التقاطع والشحناء بين الناس. السبب الوحيد اللي كتصير في ناس مخاصمين، أول شيء كيولد فلان راه قال فيا راه كتنوي معاه، راه قال فيا وقال فيا كتقول لي قال لك قلت لا، قال الناس اللي قالوا لي. النميمة سبب من هذه الأسباب هو النميمة، نقل الكلام بقصد الإفساد. والنميمة لها عقوبة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، أي النام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، لأنه جندي الشيطان. النمام جندي الشيطان، وإن شئت قل شيطان، لأن الشيطان هو الذي يسعى من أجل الفتنة والمعصية. النمام أيها الإخوة والأخوات هو إنسان ذو قلب خبيث ولسان صليب. النمام هو إنسان ذو وجهين، عزنا الله وإياكم، ذو وجهين، يقابل كل من يعامله بوجه،
والإخفاء يتلون بحسب المصالح والمنافع. والنميمة كما قال بعض العلماء مرفوقة ومصحوبة بالنفاق، لا تصلح إلا برفقة أو بصحبة داء خطير النفاق. والنفاق كما عرفه أهل العلم هو إظهار الخير وإبطان الشر، أن يظهر الإنسان أمامك أنه يحبك وأنه لكنه في داخله عكس ذلك. هذا هو المنافق. النفاق مرفوع كما سبق ومصحوب بالنميمة، يسعى يرى مجموعة من الناس فيظهر لهم كذا وكذا ويذهب عند المجموعة الآخرة فينقل الكلام على غير وجهه الصحيح من أجل الفتنة والتفريق. وبين الله لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جرم أو عاقبة النمام. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم. 10 تفسير 10 صفات متواليات ونعوت متتابعات كلها ذميمة وردت على صيغ مبالغة. ذميم، مناع، عتل، ذميم، دمار، يعني مشاء، يعني صفات بصيغة مبالغة التي تدل على كثرة وقوع الإنسان في هذه الصفات، وكل خصلة أشد من الأخرى. الصفة 10 كل صفة أشد من الأخرى. حلاف أي كثير الحليف، ومعروف في مجتمعنا أن الإنسان الذي يكثر من الحليف هو كذب، لأن الصادق لا يكثر من الحليف. لا ترى والله يكتب الحليف، فهذه علامة من علامة الكذب. كثير ولا يكثر الحليف كما سبق إلا إنسان كاذب، لأنه يعلم من نفسه عدم صدقه. مهين أي حقير، المهين حقير والذي يحقر الناس. والمهانة صفة نفسية تلصق بالإنسان الذي له جاه والذي له مال وله جمال، من الجمال من الحسن تكون مرفوقة بهذه الصفة السيئة ديال المهين. هماز يهمز الناس ويوعبهم، كيتكلم فيهم لكن يوعبهم بحركة في جسمه سواء بالفم أم باليد. هذا هو الهماز. ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم. مشاء بنميمة، صاحب النميمة دائما تراه دائما هنا وتراه هنا وتراه، يمشي كثير المشي، يمشي بين الناس بما يفسد قلوبهم ويقطع صلاتهم. ومناع للخير أي يمنع الخير عن نفسه ويمنع الخير كذلك عن غيره. معتد أثيم أي متجاوز للحق، ضارب وواقع في المحرمات، ضارب وواقع في المحرمات والمعاصي. عتل أي فض قاسي مكروه، فض غير قاسي مكروه. زنيم أي شرير، الزنيم هو الشرير، يحب الإيذاء ويستمتع ببذل الشر وزرع الأحقاد بين الناس. هذا هو النمام. آفتان خطيرتان عظيمتان، مطلوب منا جميعا أن نحذر أنفسنا وأبناءنا وبناتنا وأصدقائنا، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
مطلوب من كل مسلم أن يستغل أو أن يملأ فراغه بقول الله وقول رسول الله. شهر رمضان شهر القرآن، مطلوب منا جميعا أن نكثر من قراءة القرآن الكريم. وقبل أن أختم أذكركم أو أذكر الذين لهم رغبة في أداء مناسك الحج لأن التسجيل ممتد إلى 19 مايو. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا ذوي المقام العلي والفخر الجليل، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة. اللهم ارحمهم يا رب، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم يا رب لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين مولانا محمد السادس، اللهم انصره يا رب ولا تنصر عليه، اللهم انصره يا رب ولا تنصر عليه، اللهم انصره يا رب نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم أقر عينه بالصمود ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح إلينا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ربنا إننا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا ارحمنا وارحم والدينا وارحم والدي والدنا وارحم من له الحق علينا، وارحم شيوخنا وارحم أجدادنا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم يا رب بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.